الناس اللي في علاقات ثلاثيه وانت عارف ومتاكد ان انت في علاقه ثلاثيه مع الشخص ده، يعني الشخص ده مرتبط بشخص تاني غيرك، سواء ارتباط رسمي كزواج او حتى ارتباط عاطفي. مهم ان في طرف ثالث وانت عارف ومتاكد ان في طرف ثالث، يبقى القرايه دي ليك. احنا عاملين مقارنه ما بين مشاعره ناحيتك ومشاعره ناحيه الطرف الثالث، نواياه ناحيتك انت ونواياه ناحيه الطرف الثالث. هل هيكمل معاك ولا هيختار الطرف الثالث ويسيبك؟ فالاسئله دي كلها هنجاوب عليها في القرايه دي. معانا مجموعتين، المجموعه الاولى هتبقى بالحجر الازرق ده او بالكروت دي لو هتختار على حسب الكارت والحجر، ومعانا كمان الحروف. المجموعه الاولى هتبقى الحروف دي، حرف الالف والياء والميم والتاء والحاء والكاف والسين والواو والراء والهاء واللام والنون والغين. دي المجموعه الاولى، الحروف دي. لو عايز تختاروا على حسب الحروف موجود، الحروف اهي اهي. والمجموعه الثانيه هتبقى بالحجر التايجر اي، الحجر البني ده، او على حسب الكروت، الكروت دي، او على حسب الحروف او الحرف من اسم الشخص، او الحرف من اسم الشخص اللي في بالك، الحروف دي. فاختاروا على حسب الحروف او على حسب الحجر او على حسب الكارت. هنبتدي بنختاروا المجموعة الأولى، الحروف دي، الحجر ده الأزرق، ونشوف. نخلي بعيد كده شوية بس عشان تشوفوا الحروف. نشوف مقارنة ما بين مشاعره ناحيتك ومشاعره ناحية الطرف الثالث. انت هتبقى على الناحية اليمين والطرف الثالث على الناحية الشمال. حتى لو الطرف الثالث ده زوج او زوجة، برضو انت برضو هتبقى ده بالنسبة لك طرف ثالث انت، فانت على الناحية اليمين والطرف الثالث هيبقى على الناحية الشمال. بسم الله. اولا انت طاقتك دلوقتي عشان تعرف القرايه دي ليك ولا لا، طاقتك انت ناحيه الشخص ده انت بتحبه جدا وشايف ان هو السول ميت بتاعك، توأم روحك. ممكن تكون العلاقه دي علاقه قديمه، يعني بقالكم فتره مع بعض، بقالكم سنين تعرفوا بعض، ممكن من وانتوا صغيرين كبرتوا مع بعض، عديتوا بمراحل كتير مع بعض. انت بتحس ان الشخص ده انت كنت دايما مخلص له ودايما بتحبه ودايما بتحن له، مهما بعدتوا بترجعوا تاني مع بعض. الشخص ده مهما حصل بينك وبينه في حاجه بتربطك بيه وحاجه بتشدك ناحيته، دايما تحب تتابعه، دايما تحب تعرف اخباره، دايما بتحب تتكلم معاه، تبقى جنبه. حتى لو انت عارف ان هو عنده طرف ثالث وان العلاقه دي صعبه او مستحيل ان العلاقه دي تكمل، برضو انت بتحبه جدا وعندك شوق وحنين ليه كبير جدا، وخصوصا لو انتم متباعدين او في بينكم وبين بعض بعد دلوقتي. انت بتشوف ان الشخص ده شخص يعني ممكن يكون بتشوفه بيراقبك، بيقرا الاستوريهات، بيشوف الاستوريهات بتاعتك، بيتابعك على السوشيال ميديا. الشخص ده ممكن كمان يكون بيدرس او بيشتغل في حاجه في التعليم. يعني الشخص ده من الناس اللي هي بتحب دايما توجه وتدي نصايح، وحد كده يعني بيحب الاطلاع وبيحب العلم. انت بتشوفه كده، بتشوف ان هو ممكن يا اما بتشوفه بيراقبك باستمرار وبيتابعك وبيحب يعرف اخبارك هو كمان، وكمان بتشوفه ان هو حد مثقف، حد فاهم وواعي وبيحب دايما
يقرا ويطلع، او هو فعلا مجال شغله التعليم والدراسه والحاجات دي. بس انت شايف ان العلاقه دي انتوا الاتنين بتبصوا على بعض، بس في حواجز منعاكم ومنع الشخص ده عنك ان هو يقرب. بيتابعك بيراقبك، بس دايما حاطط حواجز ما بينه. ممكن يكون الشخص ده هو اللي بعد او حط حاجز بينك وبينه وتعامل معاك برسميه، بعد ما كان بيديلك حب وبيتعامل معاك بحب بدأ يحط حواجز ويتعامل معاك برسميه شديده. بس هو لسه عينه عليك على فكره وبيراقبك، حتى لو بعد، حتى يعني لو هو اللي بعد برضه هو لسه بيراقبك وبيتابعك. انتوا الاتنين في مشاعر متبادله ما بينكم وما بين بعض، والعلاقه دي ممكن تكون علاقه قويه وبقالها سنين. هناخد كروت برضو لمشاعره ناحيتك ومشاعره ناحيه الطرف التاني في اللحظه دي. مشاعره ناحيه الطرف الثالث دلوقتي ايه؟ مشاعره ناحيتكم يا سيدي على الحب. ماشي. اولا هو طاقته ناحيتكم انتم، نبتدي بيك انت اللي على الناحيه دي. هو بيحبك جدا على فكره. التو اوف كابس هنا هو بيحس ان انت نصه التاني رغم الاختلافات الكبيره اللي ما بينكم وما بين بعض، بس هو حاسس ان يعني طاقته من ناحيتك هو بيبادلك نفس المشاعر. قد ما انت بتحبه هو بيحبك، هو مشاعره وقلبه متحركين ناحيتك انت. يعني طالع لك حتى في مشاعره هنا ترو لاف ورومانتيك فيلينج، يعني حب حقيقي وحب حب عمره، الحب اللي اكتشفه واول مره يحس بالمشاعر الحب دي الرومانسيه دي كانت معاك انت. هو اكتشف ان هو مشاعره اتحركت ناحيتك يعني من بعد فتره. الشخص ده ممكن يكون كان قافل قلبه بقاله فتره طويله وما يعني ما بيفتحش قلبه للحب ولا للعلاقات العاطفيه، حتى لو هو في ارتباط وفي زواج او حتى لو هو في علاقه تانية مع طرف ثالث. انت اول مره يحس بمشاعر حب حسها معاك انت. طاقته من ناحيتك فيها حب شديد جدا، يحبك قوي وشايف ان انت الشخص الوحيد اللي تناسبه، رغم ان في اختلافات وهو عارف ان في اختلافات قويه ما بينك وما بينه. حتى مش اختلافات بس ان في طرف ثالث، لا، حتى اختلاف في التفكير، اختلاف في طريقه التعامل. هو ليه اسلوب وانت ليك اسلوب تاني، بس برغم كل الاختلافات دي هو بيحس ان انت اللي بتكمله. انت الشخص اللي هو بيحس ان هو متوازن ومرتاح معاك انت. طب ايه طاقته ناحيه الطرف الثالث؟ هو تعبان مع الطرف الثالث، ممكن يكونوا منفصلين دلوقتي او على وشك الانفصال، او زعلان متضايق مش مرتاح، ندمان ان هو في العلاقه دي. ممكن تكون العلاقه دي علاقه مثلا هو مضطر يبقى موجود فيها لسبب ما، سواء الالتزام بزواج اولاد. هو في شيء هنا مندمه، ممكن يكون ندمان ان هو كمل مع الطرف الثالث ده، او هو اختار ان هو يعيش مع الطرف الثالث ده. ممكن يكون سابك انت واختار ان هو يعيش مع الطرف الثالث، ودي حاجه محزناه جدا وحاسساه بالحزن الشديد وبالالم. هو مش مرتاح. يعني بص طاقته من ناحيتك انت التو اوف كابس الحب، وطاقته ناحيه الطرف الثالث الحزن والالم والندم. طب ايه مشاعره ناحيتك انت؟ هو حاسس ان هو عاوز يسيب الدنيا كلها ويجيلك، بس هو حاسس ان انت خلاص يعني يئست منه، يئست من الحب ده، رغم ان هو حاسس ان انت لسه عندك مشاعر حب ليه. لكن هو شايف ان انت خلاص مشيت لقدام وتركت الحب وراك، وقلت لا انا هختار مصلحتي، انا هشوف علاقة مستقرة، حد يبادلني المشاعر، حد يقدر حبي دوت وعطائي. انا مش هكمل في علاقة متعبة، علاقة انا بس اللي بدي فيها. هو حاسس ان انت استكفيت وقلت له خلاص. ممكن تكون انت اللي رحلت عنه، انت اللي اخدت جنب منه. علشان كده هو حاسس بشوق ليك جدا، وحاسس ان هو نفسه يجيلك يقول لك ان هو كمان بيحبك وعايزك، بس شايف ان في وقت، في مسافة لازم يقطعها، لازم شيء يستنى لما ينجزه. حاسس ان انت لو قرب منك دلوقتي انت مش هتسمعه، ممكن ترفض تسمعه وتقول له خلاص الموضوع اتقفل وانتهى. فهو مشاعره ناحيتك هو بيحبك جدا وعارف ان انت لسه عندك مشاعر حب ليه، بس هو شايف ان العلاقة دي يعني انت خلاص عايز تبعد وعايز تمشي وعايز تبص لمصلحتك وتبص لنفسك ولمستقبلك.
لان انت شايف ان هو مفيش منه يعني امل بمعنى اصح. طب مشاعره ناحيه الطرف الاخر، الطرف الاخر ده ممكن يكون علاقه زواج، ممكن دي تكون زوجه عنده منها اولاد، وانت حتى يعني حاضر في مشاعره ناحيه الطرف الثالث ده. هو حاسس ان الطرف الثالث ده موجود معاه بس علشان خاطر الاولاد او عشان خاطر الالتزام والزواج اللي هم مع بعض. الطرف الثالث الناحيه دي ده علاقه زواج، الشخص ده متزوج، بس هو مضطر يفضل مع الطرف الثالث ده بسبب وجود اولاد او عشره مثلا بقالهم فتره مع بعض. هو معاها بس ده يعني، وخصوصا لو انت ست يعني وبتسمعي الراجل ده مع الست دي عشان خاطر بس الشكل الاجتماعي، العيله، الاستقرار، الاولاد، لكن هو حاسس دايما ان هو باصص على ناحيه تانية، مش ملتفت خالص للطرف الثالث ده، رغم ان هو بيقدره جدا وبيحترمه. يعني الشخص ده بيقدر الطرف الثالث ده جدا وبيحترمه، وحاسس ان هو صبر معاه وقضى معاه وقت طويل وبينهم وبين بعض عشره طويله، لكن دايما هو باصص عليك انت، مش باصص على الطرف الثالث، هو باصص عليك انت. اتجاهه دايما للمشاعر اتجاهك انت، وحتى واضح هنا في المشاعر اللي طالعه له ناحيتك. لكن شوف المشاعر اللي طالعه من ناحيه الطرف الثالث ده ايه، هو حاسس ان هو توأم روحه. يعني توأم روحه هنا دي يعني حد مثلا مناسب ليه، حد فيه بينه وبينه عشره طويله، في رابطه قويه مش قادر يفكها، بس هو بيتمنى لو يقدر يتخلص من الطرف الثالث ده، ريليز يور اكس، يتمنى لو يقدر يسيبه، لو يقدر يعني ما يكونش في رابط ما بينه وما بين الطرف الثالث ده خالص. لكن هو حاسس ان هو ملزم بيه، مضطر ان هو يفضل معاه، لكن ما عندوش مشاعر رومانسيه وحب. المشاعر الرومانسيه والحب الحقيقي معاك انت، ناحيتك انت. طيب ايه نواياه اتجاهك؟ نواياه اتجاهك انت ايه؟ هو ناوي ان هو يعني نواياه اتجاهك ان هو عاوز يعني يختارك انت، بس هو شايف ان مش هيقدر ياخد الخطوه دي دلوقتي، عايز بدايه معاك، وهو مختارك انت اصلا، يعني من البدايه هو مختارك انت، لكن هو عايز البدايه معاك، لكن شايف ان هو مش الوقت المناسب ان هو ياخد الخطوه دي او يختارك انت او ياخد البدايه معاك. فنواياه اتجاهك انت ايه؟ ان هو ناوي يوازن ما بينك وما بين الطرف الثالث، وان انت تفضل موجود معاه حتى لو هتصبر معاه شويه لحد ما العلاقه دي تكمل. بس هو بصراحه انا شايفاه ان هو يعني مش هيقدر يسيب الطرف الثالث ده. انا لسه ما جيتش عند نوايا ناحيه الطرف الثالث ده، بس انا شايفه ان هو مختارك انت والبدايه معاك انت، ناويها معاك انت، لكن شايف ان هو مش عارف يعمل ده ازاي، يعني لسه مش محدد ومش مقرر هيعمل الخطوه دي ازاي او هيختارك انت ازاي وياخد القرار اتجاهك انت، رغم ان هو يعني مشاعره ونواياه وتفكيره وكل حاجه متجهه ناحيتك، لكن حاسس ان هو مش قادر ياخد الخطوه دي دلوقتي. فدي نواياه ان هو يختارك انت، بس مش عارف هيعمل الخطوه دي ازاي. طب نواياه ناحيه الطرف الاخر ايه؟ والله نواياه ان هو عاوز يمشي، عاوز يرحل عن العلاقه دي، بس هو مكمل فيها الوقت. يعني مثلا مستني الاولاد يعني يوصلوا لسن معين يطمن عليهم، بعد كده يرحل عن العلاقه دي. مستني ان هو يقدر يفتح مثلا بيت تاني او يكون اسره تانيه في مكان تاني ويرحل عن العلاقه دي. في كل الاحوال الشخص ده ناوي يرحل عن الشخص ده، عن العلاقه دي، يرحل عنها، بس مش دلوقتي. هو لسه كان مضطر يكمل فيها، بس هو ناوي على رحيل، بس في وقت معين، في الوقت المناسب معنى اصح. طب خطوته ناحيتك انت ايه؟ وهيجيلك جري، في وضوح، في صراحة، في بداية جديدة هيعملها معاك. الشخص ده قريبا جدا توقع منه رسالة او اتصال لو هو مبتعد عنك، ولو انتوا مثلا يعني في خصام ما بينكم هو هيجي يصالحك، وهيكون واضح وصريح معاك المرة دي، لان هو اكتشف في البعد قد ايه هو بيحبك. اكتشف ان انت حب العمر كله، الترو لاف اللي هو عاش حياته يدور عليه، العلاقة الرومانسية اللي فتحت قلبه وروحه للحياة وحسسته بطعم الدنيا. فهو هيجيلك انت،
والعلاقه دي هتكون فيها وضوح وصراحه ان شاء الله باذن الله. هيصرحك بكل اللي كان مخبيه عنك وما قالهولكش، هيقولهولك وسريعا ان شاء الله. توقع ده. طب هيعمل ايه مع الطرف الثالث؟ هو رفضه اصلا. الطرف الثالث في بينهم وبين بعض صمت. العلاقه دي هتفضل صامته. ممكن يكونوا حتى لو عايشين مع بعض في بيت واحد، هو في جنب والطرف الثالث في جنب. حتى الطرف الثالث كمان حاسس ان هو رفضه، فهو كمان لو هي زوجه فهي واخده جنب منه اصلا وما بيتكلموش غير للضروره. عايشه في عالم لوحديها وسايباه هو، لان هي شايفاه ان هو اصلا مش منتبه لها. فايه اللي هيحصل ما بينه وما بين الطرف الثالث في خلال شهرين من دلوقتي؟ طبعا القرايه دي مش تحديد مصير، هي بس احنا بنقرا طاقه شهرين مش اكتر. طب ايه اللي هيعمله مع الطرف الثالث؟ العلاقه دي هتفضل صامته، هيفضل الحواجز ما بينهم وبين بعض حتى لو عايشين مع بعض في بيت واحد. هاخد لك كروت الملائكه، شوف هتنصحك بايه او هتقول لك ايه بخصوص علاقتك بالشخص ده. سكسس، العلاقه دي فيها نجاح. علاقته بيك هو بيعتبرها نجاح ليه. رومانس، فيها رومانسيه، فيها حب، وفيها خير ووفره كمان. ده يعني هو حاسس ان انت لو هو هيبقى معاك هو كده اخد الجايزه الكبرى. فالعلاقه دي ان شاء الله فيها خير وفيها نجاح وفيها حب. بالنسبه للطرف الثالث، كوميونيكيت كلير. الشخص ده هيتكلم بوضوح وبصراحه مع الطرف الثالث، وممكن الطرف الثالث هيعمل معاه قعده وهيقول له انا عايز منك وضوح وصراحه، وعايز اعرف انت ايه اللي مخليك بعيد، ايه اللي مخليك متغير. في كلام بصراحه هيحصل ما بينه وما بين الطرف الثالث، وهيبقى في شيء افضل معاك انت. هو هيقول له، او الطرف الثالث هيحس ان هو مفضل حد تاني عليه. فالطرف الثالث تقريبا كده هو حاسس ان بوجودك، حتى لو انت ما تعرفش بده، بس الطرف الثالث شاكك. يس، العلاقه دي هو شايف ان هو مش هيكمل فيها، هو هيكمل معاك انت ومختارك انت اصلا. هناخد لك رساله منه، نختمها بقى برساله منه كده ليك. شوف عاوز يقول لك ايه الشخص ده، عاوز يقول لك ايه دلوقتي. آسف جدا على كل الألم الذي سببته ليك. آسف جدا على كل الألم الذي سببته ليك. الشخص ده تعبك وأذاك كتير نفسيا. أشعر بأنني أحمق لإفسادي كل هذا. الشخص ده بيقولك أنا حاسس إن أنا كنت أحمق وعبيط لما أنا أفسدت العلاقة دي وضحيت بالحب الكبير ده. آخر حاجة عاوز يقولك إيه؟ أتمنى لو أعيد الوقت للوراء وأبدأ معك من جديد. أتمنى لو أعيد الوقت للوراء وأبدأ معك من جديد. الشخص ده ندمان، حتى باينة في طاقته من ناحية الطرف الثالث طاقة ندم. بيتمنى لو كان يقدر يرجع الوقت ويختارك انت ويعيش معاك انت. يحبك جدا الشخص ده. طيب احنا كده خلصنا المجموعة الأولى، نخش على المجموعة الثانية. لو انطبقت معاكم أصحاب المجموعة الأولى القراية عرفوني في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. هناخد أصحاب المجموعة الثانية، الكروت دي والحجر البني ده تايجر اي، أو الحروف دي. أول حرف من اسم الشخص لو هو موجود معاك في الحروف دي، أول حرف من اسم الشخص اللي أنت حاطط نيتك عليه. بسم الله. وهنشوف مقارنة ما بينه وما بين مشاعرك، مشاعره هو ناحيتك ومشاعره ناحية الطرف الثالث. مشاعره ناحيتك ايه ومشاعره ناحية الطرف الثالث. نواياه اتجاهك ايه ونواياه اتجاه الطرف الثالث ايه، وايه اللي هيعمله معاك وايه اللي هيعمله مع الطرف الثالث. يعني هيتصرف انت معاك ازاي، هيختارك انت ولا هيختار الطرف الثالث. القرايه دي لمده شهرين. طبعا احنا مش بنشوف المصير اللي ابعد من كده، بس احنا بنقرا الطاقه القريبه في خلال الشهرين الجايين دول ان شاء الله. ايه الاحوال اللي هتحصل ما بينكم؟ بسم الله.
طاقته ناحيتك انت دلوقتي، طاقته ناحية الطرف الثالث. انت على الناحية اليمين والطرف الثالث هيبقى على الناحية الشمال. حتى لو زوجة، حتى لو انت الطرف الثالث بالنسبة للزوجة او الزوج، فانت برضو على الناحية اليمين والطرف الثالث على الناحية الشمال. مشاعره ناحيتك انت، مشاعره ناحية الطرف الثالث. نواياه اتجاهك، نواياه اتجاه الطرف الثالث. هيتصرف معاك انت ازاي؟ هيتصرف ازاي مع الطرف الثالث؟ خد كروت الرومانس ليك انت، علاقتك بيه، مشاعره هو ناحيتك. ريتريت، عزلة، worth waiting for، يستحق الانتظار. بالنسبة للطرف الثالث هي مشاعره دي ايه، او هيحصل معاه ايه؟ give your relationship a chance، soulmate، stay optimistic، توأم روح، خليك متفائل بعلاقتك العاطفية. والله الشخص ده مش ناوي يزعل حد يعني قلبه كبير. طيب اولا طاقته ناحيتك انت، هو الشخص ده رحل عنك، هو اللي ترك العلاقه دي ومشي، لانه هو حس ان هو يعني تعبان في العلاقه دي، حس ان هو مضغوط مش قادر يكمل، فاختار ان هو يبعد. الشخص ده هو اللي رحل وسابك، دي طاقته من ناحيتك انت، ان هو رحل وسابك بسبب ان هو حس انه مش مرتاح في العلاقه، وان هو مضغوط جدا، وشاف ان هو من الصح ان هو يسيب العلاقه دي ويمشي. طيب طاقته ناحيه الطرف الثالث، الايس اوف وند، يعني طاقه شغف، بدايه جديده. ممكن العلاقه دي تكون جديده، علاقه لسه بادئه، لان هو حاسس ان ناحيه الطرف الثالث دي طاقه شغف، فاير كده. ممكن يكون تركك وراح للعلاقه دي، العلاقه جديده، ممكن تكون ده كراش، يعني لسه بيكراش عليه، لسه علاقه حب جديد، حلاوه البدايات مشعلله في قلبه ناحيه الطرف الثالث، مبسوط وحاسس ان هو يعني رجعت له الحياه تاني، بدا يحس بطاقه شغف كده رجعت له، حلاوه البدايات بالظبط زي ما انا قلت. طيب ايه مشاعره ناحيتك انت دلوقتي؟ والله هو حاسس ان انت يعني زي صديق مقرب، حد مثلا يعني بيفرح بينبسط معاه، ممكن تكون بقالكم سنين مع بعض، العلاقه بينكم واخده طابع الصداقه اكتر ما هي طابع الارتباط، يعني انتوا بقالكم فتره مع بعض، وانت كنت شخص وافي جدا ليه، هو بيحس ان انت يعني وفائك ليه يعني لا يعوض، وان هو مش هيقابل حد زيك ابدا، لا في اخلاصك ولا في حبك ليه، وان انت كنت دايما يعني بالنسبه له سند، ووقفت جنبه وساعدته وقضيتوا مع بعض وقت حلو، بس هو حاسس ناحيتك بمشاعر الصداقه اكتر ما هي مشاعر رومانسيه، يعني هو بينبسط وبيرتاح وهو معاك، اذا كأنك صديقه المقرب، عشرة عمره، حاجه كده يعني. يمكن العلاقه دي كانت بادئه اكتر صداقه، او هي دلوقتي في اطار الصداقه. طب مشاعره ناحيه الطرف الثالث ده ايه يا سيدي؟ مشاعره ناحيه الطرف الثالث ده ان هو البدايه الجديده، هو التغيير، الولاده من بعد الموت، يعني هو شايف ان هو اتغير كتير جدا لما عرف الطرف الثالث، اتجدد، اكنه اتولد من جديد، اكن دي هديه القدر ليه، يعني البدايه الجديده. الشخص ده علاقه الطرف الثالث دي علاقه لسه جديده، علشان كده هو انت العلاقه اللي هي بقى لها فتره او الاقدم، لكن الناحيه دي الطرف الثالث ده علاقه جديده. لو انت الطرف الجديد وانت اللي دخلت طرف ثالث على العلاقه دي، فخلاص يبقى القرايه دي الناحيه دي، يبقى انت خد انت ناحيه الطرف الثالث، يعني خد الناحيه اللي تناسبك،
لو لقيت ان الجزء دوت ما يخصكش، وان انت مش الطرف القديم ولا حاجه، وان انت الطرف الجديد اللي دخل، يبقى انت الناحيه دي، يعكسها يعني. فهمتوا؟ فهو حاسس ناحيه الطرف الثالث بالبدايه الجديده والسعاده، وان هو اتولد من اول وجديد ورجعت له الحياه على ايد الطرف الثالث ده. طب نواياه ناحيتك انت ايه؟ والله هو ناوي يعني يخلي العلاقه دي علاقه كده، يعني نتكلم مع بعض في اطار العقل، المشوره، الاحتياج. يعني لو انت احتجت ان انت تطلب مني معلومه او مشوره او مساعده، انا هبقى معاك. علاقه يحكمها العقل مش المشاعر، علاقه كده صداقه. ناوي يخلي العلاقه دي يحتفظ بيك كصديق، يحتفظ بيك كشخص يعني بيحترمه وبيقدره وبياخد برأيه، وعايز مش عايز يخسرك، عايز يخلي العلاقة دي تبقى موجودة بس مش في إطار رومانسي. طب نوايا ناحية الطرف الثالث ده ايه؟ والله هو ناوي يعني يقرب منه، ناوي وبيستناه، يعني هو دايما بيبص عليه وناوي انه يستقر معاه وياخد خطوة اتجاهه بصراحة. يعني الطرف الثالث ده الشخص الجديد اللي دخل في حياته ده ناوي يديله فرصة، ناوي ان هو متفائل بيه جدا، وناوي ان هو ياخد خطوة اتجاهه ويرسم العلاقة ويخلي فيها استقرار، لانه هو مبسوط بيه قوي. يعني حاسس ان الشخص ده رجع له الحياة تاني، اتولد من اول وجديد معاه. طيب انت بقى العلاقة بينك وبينه هتبقى ازاي؟ هي علاقة شغف. الشخص دوت هيتحول مشاعره، سبحان الله، يعني هتتحول مشاعره لشغف ناحيتك. لو انتم يعني ما كانش في بينكم وبين بعض اي قرب جسدي، فالشخص ده مرة واحدة كده هيحس ان انت جميل قوي، ان انت جذاب قوي، هيبقى عاوز يقرب منك، هيبقى عنده شغف يشوفك بنظرة تانية. هو الاول كان شايفك كصديق وكعشرة، فواضح كده ان انت اللي هتقلب عليه بقى، وهتبتدي تاخد بالك من جمالك ومن حلاوتك، وتشوف نفسك وتعمل دايت بقى، تغير من ستايلك. هيشوفك ان انت جذاب قوي وجميل قوي، وهيبقى هيتجنن عليك. بس الحكاية دي شوية هتحتاج منك صبر على الشخص ده، لان هو هيتجه مشاعره ليك، بدل ما كنتم بس مجرد عشرة وصداقة ومحبة كده واحترام، هيشوفك بقى بنظرة وخصوصا لو كنت ست، يعني هيشوفك جميلة قوي. انت هتعملي تغيير بقى وستايل كده في نفسك هتغيريه، هيشوفك بقى واو، هيشوفك صاروخ، حاجة يعني ما حصلتش. مشاعره ليكي هتتجه بقى ناحية الإعجاب والجمال والشغف والعلاقة بقى ايه، هيبقى عاوزك قوي، هيبقى معجب بيكي قوي. فطيب الناحية التانية، الشخص الطرف الثالث هيحصل بينه وبينه ايه؟ الشخص الطرف الثالث دوت يعني هيحط حدود شوية ما بينه وما بين الطرف الثالث، هيبتدي يعيد النظر في العلاقة دي، هيحاول بقى، سبحان الله الدنيا هتختلف يعني من هنا لهنا. يعني بعد ما كان شايف ان الطرف الثالث ده حاجة ما حصلتش وهو اللي احياه، وهو اللي الدنيا هتروح له حاجة تانية وهتبقى الحياة معاه وردي، هيبتدي بقى لما يشوفك انت ويعجب بيك ويلاقيك حلو كده وزي القمر، الوضع هيختلف. هيبتدي يعيد النظر بقى في الطرف الثالث، وهيبتدي يحط حدود ما بينه وما بين الطرف الثالث، بس يعني ايه، مش هيقفل معاه خالص، لا هيحتفظ بيه برضو كاوبشن زياده، يعني زياده الخير خيرين. عشان كده بقولك ان الشخص ده يعني ما شاء الله قلبه كبير وبيسعي من الحبايب ألف. فهو بيقول لك طب وليه خساره، يعني ما يبقى هنا ويبقى هنا كمان، ونحتفظ بالاتنين وما نزعلش حد. علشان كده هنا الكروت بتنصحك، بتقول لك انت محتاج تاخد فتره راحه، والشخص دوت لما هيبعد وانت ترتاح منه بقى وتبتدي تركز على نفسك، هيبتدي يشوفك بنظرة مختلفة. البعد دوت او الانفصال اللي حاصل ما بينكم وما بين بعض ضروري علشان يعرف قيمتك، وانت تغير من نفسك وتحسن من وضعك بقى، وتكون تهتم بجاذبيتك كده اكتر، عشان هو يلاحظ الجاذبية الكبيرة والشغف الكبير كده يولع في قلبه تاني ليك. بس هنا كمان بتنصحك، بتقولك worth waiting for، الشخص ده يستحق الانتظار، والعلاقة دي ليها توقيت إلهي،
يعني ليه لسه ليك فرصه معاه، ما تيأسش منه. طبعا ده انت حر يعني، ده قرارك في الاول وفي الاخر، بس احنا بنقول لك الكروت اللي طلعت لك ايه. بالنسبه للطرف الثالث ده، هو هيدي للعلاقه دي فرصه لانها علاقه جديده، وهو متفائل قوي ومبسوط بيها، وشايف ان العلاقه دي دخلت له الحياه والشغف والانبساط، فهو هيديها فرصه. لان هو شايف ان الشخص دوت يعني فاهمه وعارفه وقريب قوي لقلبه، لكن هو هيحتفظ بالطرف ده وهيحتفظ بيك برضه يعني، عشان بس تبقى انت عارف ان هو مش هيخرج الطرف الثالث ده نهائيا وهيسيبه، لكن هيبتدي يحط حدود شويه في العلاقه ويخليه من ضمن الاوبشنات اللي عنده، يعني يبقى انت موجود وهو موجود برضه. فطبعا ده قرارك. هنشوف كده عايز يقول لك ايه برضه، ناخد لك رساله زي المجموعه الاولى، نشوف الشخص ده عاوز يقول لك ايه. على فكرة انا مش شايفة هنا في علاقة رسمية، يعني لا الطرف ده علاقة رسمية ولا انت كمان علاقة رسمية. واضح ان انت يعني الشخص اللي انت بتسأل عنه ده مش مرتبط في زواج، او لو حتى هو مرتبط في زواج فانت الطرف الاساسي الاقدم، بس علاقته بيك شوية تتجه لاتجاه الصداقة والعشرة اكتر في الوقت الحالي، لكن بعد كده هتختلف وتتغير. نشوف الشخص ده عاوز يقول لك ايه دلوقتي. بيقول لك لازلت اشتاق لك سرا. الشخص دوت من جواه بيشتاق لك، لو انت بعيد عنه او هو ابتعد عنك فهو حس ان هو ندم ان هو ابتعد عنك، هو بيشتاق لك لكن ما بيقولش وما بيوضحش، حتى بينه وبين نفسه ما بيقولش. اسف جدا على كل الالم الذي سببته ليك. الشخص ده حاسس ان هو فعلا وجعك وتعبك، عشان كده يمكن بعد وحاسس ان هو سبب لك الم شديد، فهو يعني زعلان من نفسه ان هو سبب لك كل الالم ده. انا خائف من هذا الحب الشديد. الشخص دوت بيهرب من اي مشاعر حب قويه، يمكن علشان كده خلى العلاقه بينك وبينه في اطار الصداقه بس، مش عايز حب قوي، هو اللي بيخاف وبيتوتر عشان كده بعد. القرايه يا رب تكون عجبتكم، وعرفوني لو انطبقت معاكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه.